السلام عليكم المتتبعين، كي دايرين؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. القضيه اللي غنعاود لكم اليوم ديال المقدم اللي بات ما صبح. تبعوا هذا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا اشنو طرا واشنو جرى في هذه القضيه هذه. في واحد المدينه صغيره نهضت الروينه على واحد المقدم. هذا المقدم هذا بات ما صبح، ما عرفوا حتى شي حد فين مشى. القايد كيصوني عليه في التليفون ديالو، ولكن التليفون ديالو مطفي، وحتى العائله ديالو تيقلبوا عليه وتيصونيو عليه ديك الليله كامله اللي ما جاش فيها للدار ديالو، كيصونيو عليه ولكن تليفونه مطفي. الناس اللي في المقاطعه كيتسناو المقدم يجي باش يقضي لهم المصالح ديالهم اللي متوقفه. مع 4 العشيه واحد الراجل لقى الموتور ديال المقدم خبي في واحد البلاصه ومغطي بالعواد وبالربيع. جاتو غريبه، مهم وصلت الخبر للبوليس. جاو البوليس لقاو الموتور حدا واحد الدار، جاو دقوا على مالين الدار كتخرج لهم واحد المراه. قالوا لها واش المقدم عندكم في الدار؟ قالت له راه ما شناش. قال راجلك فين هو؟ قالت له راجلي راه من البارح ما جاش للدار. اش كيدير هذا راجلك؟ راجلي راه عساس في واحد الحومه. مشاو البوليس للبلاصه في كاينه البراكه ديال هذاك العساس. حلوا الباب ديال البراكه، كيبان ليهم العساس جالس فوق الكرسي والكشكوشه خارجه من فمه. عرفوا بان العساس راه ميت. جاو الناس ديال مسرح الجريمه، هزوا الكاميله وواحد القرعه ديال اللبن كانت فوق الطابله وعزوا العساس. داو الطب الشرعي باش يعرفوا هذا السيد باش مات والساعه اللي مات فيها. البوليس بدا كيسول الناس، تما ربما يكون شي حد عارف شي حاجه. هو يجي واحد الراجل قال لهم البارح بالليل واحد السيد سميتو حميد راه كان معاه هنا في البراكه. فين ساكن هاد حميد؟ نعتوا لهم في ساكن، ومشى البوليس للدار ديالو وهي تخرج لهم واحد المراه. قالوا لها ولدك حميد فين هو؟ قالت ليهم ولدي راه ما دار حتى شي حاجه، ولدي مصاحب مع العساس ولكن ماشي هو اللي قتله. قالوا لها سيري كلميه. قالت لهم راه ناعس. قالوا لها فيقيه قول له يجي ولا احنا اللي غندخلوا نفيقوه. وهي تدخل تفيق ولدها شويه، والبوليس كيسمعوا المراه كتعيط بالعاده وتتغوت. هما يدخلوا يلقاو حميد ميت في الفراش ديالو والكشكوشه خارجه له من فمه. هزوه وداو هاد حميد حتى هو الطب الشرعي باش يعرفوا هاد الولد باش مات والساعه اللي مات فيها. البوليس تسنى تقرير ديال الطبيب الشرعي باش يعرفوا هاد حميد وهاد العساس باش ماتوا. خرج التقرير ديال الطبيب الشرعي اللي تيقول باللي العساس وصاحبه حميد ماتوا نتيجه واحد الماده سامه لقاوها في المعده ديالهم بجوج. وهذا السم اللي كلاو كان في القرعه ديال اللبن اللي كانت في البراكه ديال العساس. بوليس جابوا المراه ديال العساس وقالوا لها الليله اللي راجلك مشى البراكه يعس اش من ماكله عطيتيه؟ قالت له عطيته غير واحد كاميله فيها شويه د المرقه. وقالوا لها والقرعه ديال اللبن؟ قالت من القرعه انا ما عطيته لا اللبن لا والو. داز نهار على فاش لقاو العساس وحميد مقتولين. هما تجي البوليس واحد الاخباريه ان واحد الراجل راه مليوح في البير. تحركوا البوليس ومشاو جبدوا داك الراجل من البير. هذا الراجل هذا ما هو الا المقدم اللي تيقلبوا عليه. لقاوه كله دمايات، ولقاو في الجيب ديالو ديال الفيسه واحد القرعه. ملي خرجت التحليله ديال القرعه كيلقاو ديك القرعه فيها السم، هو نفس السم اللي مات به العساس وصاحبه حميد. ولقاو على القرعه 2 ديال البصمات، بصمه ديال المقدم والبصمه الثانيه ديال مرات العساس. مشى هز مرات العساس من وسط العزايه والدموع في عينيها وجابوها عندهم الكوميساريه. قالوا لها لقينا في الجيب ديال المقدم قرعه فيها السم، عليها البصمه ديالك والبصمه ديال المقدم. وشنو هي العلاقه ديالك مع المقدم؟ قالت ليهم انا مزوجه بالعساس وفي نفس الوقت عندي علاقه مع المقدم، كنبغيه وكيبغيني. وقالت لهم باللي بنتها رجاء ما والدهاش مع العساس راجلها، والدها
مع المقدم. داك الشيء قالت لهم علاش كان دائما كيلح عليا انني نطلق ونتزوج انا وياه باش هو اللي يربي بنته ما يربيهاش واحد غريب. قالت لهم الليله ديال الجريمه جاب لي هذيك القرعه ديال السم، شديتها ودرت شويه منها في اللبن ورجعت ليه قرعه ومشى في حاله. مرت العساس بقات عند البوليس حتى يكملوا مع التحقيق والبحث. البوليس خصهم يعرفوا شكون اللي قتل المقدم. مشاو للحومه في كاينه البركه العساس وهما يلقاو واحد الكاميرا. هذيك الكاميرا جابوها، بان ليهم في داك الفيديو اللي جابوه من ديك الكاميرا ان العساس جا مع شي 9 ديال الليل، هاز شي ميكا في يدو ودخل البراكه، جلس شي 4 ساعه في البراكه ولا خرج مشى. دازت 4 ساعه ولا رجع البراكه ودخل، جلس تقريبا 3 ديال السوايع عاد خرج من البراكه ومشى. دارت تقريبا شي 4 ساعه وهو يولي يرجع دخل البراكه. البوليس لاحظ بان الهيئه ديال هذاك الراجل مختلفه، وحتى المشيه ديالو ماشي نفس المشيه. هما يمشيو يجيبوا المراه ديالو. جات مرات العساس وشافت الفيديو، تقول لهم هذا راجلي ملي دخل اول مره البراكه وملي خرج راجلها، ولكن ملي رجع غيرجع صاحبو حميد، وهذاك صاحبو حميد غيجلس 3 سوايع في البراكه. ملي غادي يخرج هيخرج حميد، ولكن هذاك اللي غيرجع العساس. البوليس عرف بان في ديك 3 سوايع اللي العساس خرج من البراكه ومشى هو نفس التوقيت اللي مات فيه المقدم. البوليس قدر يتوصل الحل ديال هاد الجريمه هادي كيفاش بدات وكيفاش سالات. عرفوا بان العساس كان عارف بان مراته كانت عندها علاقه مع المقدم، وخطط الجريمه ديالو في نفس الليله اللي كانت مرته والمقدم مخطين حتى هما انهم غادي يقتلوه. مشى العساس اطربص المقدم وشدو وضربوه بحديده الراس ديالو وهزو وداه لاحو في البير. قال مع راسو انا درت جريمه كامله، وهو ما على بالوش بان حتى هو راه الموت كتسناه في البركه ديالو ملي غادي يشرب داك اللبن اللي المراه ديالو دايره ليه فيه السم، وغتخرج الروح ديالو وهو جالس فوق الكرسي في البركه ديالو. وحميد صاحب العساس اللي جاي جلس في بلاصتو ربما قال ليه انا راه غادي نمشي نقضي شي غرض ونرجع، ولا ربما كان قال ليه بانني راه غنقتل المقدم لان عنده علاقه مع المراه ديالي. بقى في البراكه وشربت هو من داك اللبن المسموم ومشى للدار عند امه ومات في الفراش ديالو. مرات العساس مزوجه وعندها بنت، هاد البنت هادي والداها مع العشيق ديالها المقدم، ودايرها في الحاله مدنيه بسميه راجلها على اساس انها بنته. المقدم ملي قالها طلقي من راجلك واجي نتزوجوا ما بغاتش، فضلات انها تقتل راجلها، وتفاهمات هي والمقدم ودارت السم راجلها في اللبن. في نفس الليله اللي راجلها العساس داير خطه باش يقتل المقدم، كما تيقولوا اللي في راس الجمل في راس الجمال. لكل قصه نهايه، وهذه هي النهايه ديال القصه ديالنا ديال اليوم. خليوا لي واحد البصمه على هذا الفيديو، خليوا لي التعليقات ديالكم والاراء ديالكم، وبالسلامه عليكم، ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.